بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وحشيني جدا جدا. صباحكم مليان هنا، صباحكم مليان سعادة، صباحكم مليان كل طاقة إيجابية، صباحكم مليان كل حاجة حلوة. بصوا بقى، الروتين المرة دي كان روتين عميق، روقنا. بصوا من جوه الشقة قلبنا مصارينها زي ما بيقولوا، جبت كل حاجة فيها والدواليب وكل حاجة. بجد بجد كان روتين قوي جدا. بس يا ريت أول ما تدخلي ما تنسيش تحطي لي اللايك وتكتبي لي كومنت حلو، ولو تشتركي في القناه يبقى انت عملتي كده معايا الواجب. ولو عايزه تعملي معايا الواجب صح بقى وتقفي جنب اختك عشان خلاص القناه مش عارفه مالها الصراحه، مش عايزه تكبر ابدا، تسمعي شويه من الفيديو. كل ما تسمعي شويه اكتر من الفيديو او تخلصيه الفيديو بتعرض على اكتر من حد، فبالتالي القناه تكبر. يا ريت ما تنسوش. لو اللي بيحبني يعني يعمل كده، اللي مش بيحبني انا مش عايزاه اطلعوا بره الفيديو بتاعي لو سمحتوا. عندي بقى كده اول حاجه دخلت بيها عليها هي اوضه النوم. شلت كل التراب اللي كان فيها. طب ليه التراب اللي انت ليه سايبه الشقه كده فيها تراب والاوضه فيها تراب؟ مشكلتي يا جماعه ان انا بحب ان انا افتح الشبابيك. انتوا شايفين اهو الشباك على طول مفتوح. انا مش بحب ابدا ابدا ان انا اقفل الشبابيك، فبالتالي بيدخل لي تراب. طبيعي جدا، دي حاجه منطقيه، خاصه كمان لما بتكوني ساكنه على شارع رئيسي بيدخل تراب بقى، ما اقدرش اقول لكم. فانا عادي اروق، مفيش مشكله، كده كده انت هتروقي يعني مفيش مشكله. لكن ان انا النور بتاع ربنا بيديكي كده طاقه ايجابيه وبيديكي كده تجديد الهواء في الشقه، ما اقدرش اقول لكم بيعمل ايه يعني. انا كده بوريكم المنتجات بتاعتي اللي انا بستخدمها، اللي انا بقول لكم اذا كانت حلوه او مش حلوه. يعني بوريكم مثلا اللي هو الجيف اللي هو بديل الزيت. لو هتاخديه كترطيب لشعرك بدل الزيت ما تستخدميهوش، لكن كمثلا حاجه عشان صحه شعرك او كده لا استخدميه، ممتاز، هيديكي فيتامينات وحاجات زي كده لشعرك. لكن ان هو كبديل لزيت لا، ضعيف جدا جدا وبينتهي مفعوله تقريبا من نص يوم يعني. مسكت بقى الاوضه بتاعتي، شلت بقى الحاجات اللي كانت فيها وشلت الكرسي، كنست السجاده بتاعتي عشان لما افرشها تبقى نضيفه وزي الفل، مش محتاجه ان هي تتكنس، ما يبقاش عليها حاجه تنزل على البلاط تاني. بعد كده شلت السجاده بتاعتي ونفضتها، معلش شلتها مرتين ده غلط في المونتاج انا شلت السجاده مره واحده يا جماعه. كنست بقى الارض ونقلت كل حاجه تقدر تتنقل، يعني مش هقدر انقل الدولاب، تمام. فبالتالي الحاجات اللي تقدر تتنقل انا نقلتها وشلتها من مكانها عشان نكنس تحتها. شلنا بقى كل اللي كان في الارض وكنسنا الارض كنسه حلوه كده وانت حلال. وجبت بقى من ورا كل حاجه، يعني كل حاجه جبت من وراها، من ورا الباب، من ورا اي حاجه تيجي في دماغكم او تتخيلوها كنست من وراها. شلت برضو كمان الكومودين وكنست من وراها، بس ما جبتهوش معايا. مسكت بقى ايه الميه دي فيها عارفين اللي هو الجل السائل سائل غسيل، بس الجل، وحطيت عليه كلور سايب، ده سايب وده سايب، فاداني بقى كميه الايه الرغاوي اللي انتوا شايفينها دي. انا بحبه قوي قوي، بس خلي بالكم ممكن تقعوا بسهوله جدا، يعني ان هو بيرغي قوي وبيزفلت الارض، فبالراحه كده خالص على نفسكم وانتوا بتعملوها لحسن تقعوا. ما كانش بس بقى، ما اقدرش اقول لكم على الريحه اللي كان سايبها في الارض بسبب مسحوق الجل والكلوروكس الالوان، كان سايب ريحه حلوه قوي، فضلت حوالي يوم مثلا كامل كانك حاطه في الارض، كانك حاطه معطر يعني. بعد كده بقى مسحت الارض، شديت الاول بالمساحه، وبعد كده دخلت كل الصابون على التواليت اللي جنب الاوضه غرفه النوم على طول. وبعد كده مسكت بقى الشرشوبه بتاعتي مسحت بيها، عشان دايما لما بيبقى في حاجه فيها رذاوي بتسيب اثر كده زي يعني تغييمه على البلاط، فانا مسحت عشان التغييمه دي تروح. مسكت بقى الاكياس بتاعت الخداديات دي وحطيتها كده على الكومودينو، شكل يعني مش اكتر من كده، هو يوم 2 وهتلاقيني شلتها على طول. رجعت بقى التسريحه بتاعتي بدل ما مسحتها ونضفتها وخليتها بتبرق زي ما انتوا شايفين. رجعت كل الحاجات اللي كانت عليها. انا ما بحطش مكياج خالص على التسريحه، غير حاجات بسيطه خالص عشان لما احب امسحها تبقى بسهوله تتمسح يعني، بس هي الاقلام دي مش اكتر من كده، عشان حطها في سله زي ما انتم شايفين عشان تحافظ عليها ما تضيعش مني يعني وتطوف في وسط المكياج. فحطيتها كده ايه، هو دي اللي بحطها فوق، غير كده كله تحت، فطبعا بتبقى مليانه تراب، عشان كده انا مسحتها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وحطيت بقى كده ايه حاجه كده ورد كده شكله لطيف، الدنيا شكلها حلو ورايقه وهاديه وكمان في نفس الوقت حلوه. شايفين اللي انتوا شايفينه ده مش كحول ولا حاجه، المفروض دي كانت مكان كحول، بس دي خلطه انا عاملاها لشعري، لو انتوا عايزينها خلطه لانبات الشعر، والله بجد تحفه تحفه، وفعلا بتطول الشعر وفعلا بتطلع انبات للشعر. لو انتوا عايزينها قولوا لي وانا اقول لكم بتتعمل ازاي، والله سهله وفي نفس الوقت تاثيرها سحر سحر سحر.
غيرت بقى الستاير زي ما انتم عارفين، شلت الستاره بقى اللي كانت موجوده اللي احنا كنا حاطينها مع بعض، وحطيت بقى ستاره جديده، ومسكت السجاده بتاعتي بعد ما خلاص الارض بقت بتبرق، رحت مرجعاها مكانها تاني زي ما انتم شايفين. الله على الروقان، الله على النظافه، الله على نور ربنا، اهم حاجه. يعني المفروض بقى اقفل كده، الناس الطبيعيه اللي عندها عقل هتقفل عشان التراب ما يجيش على الحاجه، لا انا ما اقدرش اخش في مكان يبقى الشباك بتاعه مقفول يجيني زي ضيق تنفس كده. ولعت بقى كده النور، قلت كده اشوف الدنيا يبقى شكلها ايه، بس لا والله نور ربنا احسن مليون مره من الشكل ده. الشكل ده بيبقى بالليل انا معاكم ومفيش نور ربنا، لكن بالنهار نور ربنا لا يضاهيه اي طاقه ايجابيه. الدولاب بتاعي ده بتاع الاولاد الصغننين، فالصغيرين دايما هم لو انا معوداهم يجيبوا هم من الدولاب، فبالتالي الدولاب متبهدل زي ما انتم شايفين، فضرفه الولد الصغير متبهدله خالص. فمسكت بقى الحاجات اللي كان ملهاش لازمه هو مش بيلبسها، هو المفروض بيلبسها بس وعلى قده وكل حاجه، بس تقدري تقولي ان هو مش بيحبها، فبالتالي مركونه في الدولاب عامله دوشه وخلاص. فانا شلتها، ولو لقيت حاجه يعني صغرت عليه شويه ولا حاجه هطلعهم يعني لله. يعني انا المفروض ان انا ما اقولش، بس انا عشان لو في حد تاني ممكن يستفاد من حاجه زي كده. اي حاجه عندك بدل ما تعملي كركبه، والكركبه بتعمل طاقه سلبيه مش طبيعيه في البيت، تخلصي منها، تخلصي من كل الكركبه، وطلعي اي حاجه تكون كويسه لله. لازم تكون كويسه، يعني ما ينفعش ان انا اطلع مثلا بنطلون يكون مقطوع او يكون فيه مشكله، او لا ما تخليش الناس اللي بتاخد منك الحاجه نفسيتها تتعب نتيجه وانت بتهالك ان انت عملتي خير. لا انت ما عملتيش خير، انت عملتي شر، انت كسرتي نفس، كسرتيهم من جوه لما تدي حد حاجه وتكون مقطعه. يعني انت شايفني ان انا عادي ان انا البس هدوم مقطعه، لكن ابنك ما يلبسهاش، فلو هتطلعي حاجه لله طلعيها تكون هدوم صغرت على اولادك بس حالتها كويسه، غير كده ما تطلعيش حاجه لله عشان ما تكسريش خاطر الناس. دي بقى الالعاب بتاعت العيال، شلتهم برضو عاملين لي دوشه باستمرار، يعني انا مش عارفه الصراحه اوديهم فين، الدنيا مش بتبقى رايقه بسببهم، بس معلش عشان هم يلعبوا يبقوا مبسوطين. شلت بقى السجاده دي ومش هحطها لان السجاده دي كبيره قوي على المكان، هشوف لها ان شاء الله سجاده تكون اصغر شويه. يعني بصوا بصعوبه بالغه لما شلتها من تحت كل حاجه، كانت والله حاطه مروحه هنا كده، كانت المروحه هتقع من كتر ما انا عماله اشد وشد من هنا وشد من هنا. يا ريتكم كنتوا موجودين معايا عشان تشدوا معايا. مسكت بقى الاوضه، بصوا كانت مليانه تراب، انا مش عارفه التراب ده كان جاي منين. التراب ده كان جاي من ورا السرير على فكره، يعني شايفين التراب ده هتلاقيه جاي من ورا السرير، انا جبت من ورا السرير عشان كده كان معبي تراب. فالمهم مسكت بقى الارض بتاعتي كنستها، برضو كنسه بنت حلال. وهمسك بقى المراتب، شايفين المراتب نازله خالص من على السرير، فانا هعمل ايه؟ انا همسك المراتب دي واحاول اظبطها كده، يلا شمال يلا يمين مع نفسنا كده واحده واحده لحد ما نجيبها. وعدلتها بالفعل، يعني عدلتها عشان الاولاد لما تيجي تنام عليها تنام عليها مرتاح. مع ان والله احنا تحتينا للاسف، مش للاسف ربنا يوسع رزقه، بس تحتينا محل، المحل ده فاتح يعني كشري وحاجات كتيره قوي، يعني ما شاء الله ربنا يوسع رزقه. بس المشكله ان هو مسخن لنا الاوض سخنه فوق ما تتخيلوا، البلاط تحط رجلك عليه سخن بشكل مش طبيعي، عشان كده احنا تقريبا هاجرين الاوض ما بنخشهاش غير على النوم، وممكن كمان ما ننامش فيها نتيجه الحر الفظيع اللي بيبقى موجود من الصهد اللي طالع. واشتكينا اكتر من مره، بس هو عنده يعني ربنا يوسع عليه، انتوا عارفين الدنيا كلها حالها واقف والدنيا كلها ما فيش شغل قوي يعني، فمش عايزين نتك عليه جامد ان احنا ن... يعني نطلب منه يعني مثلا يعمل عازل او يعمل حاجه زي كده. فالصراحه هو لما طلبنا منه، هو بني ادم ذوق قوي، فقال لنا بس استحملين الصيف ده. فالمشكله تدوسي على الارض سخونيه فظيعه، ودي مشكله الشقه، يعني بجد الشقه كويسه جدا بس مشكلتها ان تدوسي على الارض رجليكي ممكن تتلسع. تخيلي انت بقى الصعد اللي طالع شكله عامل ازاي. بصوا بقى عدلت المرتبه ازاي ورجعتها مكانها تاني. وفرشت بقى ايه، نفضت طبعا المكان وفرشت ملايه جديده، ملايه نظيفه مش جديده بس عجباني قوي شكلها حلو ما شاء الله جميله. وفرشت الملايه اليمه التانيه، ومسكت بقى الترابيزه دي حطيتها هنا عشان الاولاد ان شاء الله لما يذاكروا حد يذاكر هنا وحد يذاكر على المكتب. فرشتها برضو وخليتها كده شكلها حلو، لونها كمان فاتح، فمديه كده ايه يعني طاقه كده جميله. الالوان الفاتحه حلوه قوي الصراحه، بتدي طاقه جميله سبحان الله على الالوان الفاتحه يعني بجد. واللي اخترع بقى الحاجات التركي دي كان بني ادم يعني الصراحه عنده راحه نفسيه وهدوء نفسي. السجاده دي بقى هي اللي فرشتها، بص جميله ازاي، وفي نفس الوقت صغيره.
شايفين الجمال والروقان والنضافه؟ حطوا لايك عشان النضافه دي. انا بقول لكم ان المفروض الترابيزه دي اشيلها من هنا واحط مكانها المكتب. ده كده مكانها اصح حاجه، علشان المكتب يبقى مش مكانه هنا، مكانه هناك في النص وتحت الشباك. العيل لما يحب يذاكر يذاكر كده تحت عند نور ربنا، فيجيب له طاقه ايجابيه ويفتح نفسه على المذاكره. بس للاسف مش عارفه اعمل كده، وهقول لكم ليه بس في فيديو تاني. رجعت بقى الالعاب بتاعه الاولاد، رجعتها مكانها تاني. انا وريتكم الشكل من غير الالعاب، ووريتكم الشكل لما الالعاب دخلت. حاسه ان الدنيا بقى فيها لخبطه لما الالعاب دخلت، بس مش مشكله. يعني المهم ان المكان نظيف ومرتب وما فيهوش اي اتربه او اي حاجه، عشان الاولاد يلعبوا براحتهم. البهدله دي بقى معلش، ربنا يخليكي ليهم، ربنا يخليكي ليهم. اهم حاجه ان هم يلعبوا عشان صحتهم النفسيه. والالعاب دي انا ممكن اشيلها واحطها فوق الدولاب. طب ليه؟ طب ما هي موجوده عشان الالعاب الاولاد تلعب وتبقى مبسوطه، ويبقى عندهم سلام نفسي نتيجه ان بيطلعوا الباور بتاعهم، بدل ما يطلعوه عليكي بقى وعلى العفش كله. لان هو عنده باور، هيطلعه فهيعمل ايه غير انه هيطلعه مثلا في العاب زي كده؟ ما طلعوش في الالعاب يبقى يطلعوا عليكي، فخليها في الالعاب احسن يعني. مسكت بقى الرخامه بتاعتي، دخلت على المطبخ، طبعا كان فوق بعضه. دخلت عليه غسلت بقى، انا بقول لكم كان تنظيف عميق عميق يعني. غسلت المواعين بتاعتي كلها ومسكت الرخامه بتاعتي غسلتها وطهرتها، عشان على طول بنحط عليها اكل، نعمل عليها حاجه، فطبيعي جدا لازم تتطهر باستمرار. وغسلت المواعين بتاعتي غسله حلوه، وكنت غسله البوتاجاز بتاعي بس ما غسلتوش معاكم. وغسلنا كمان الارض، غسلنا كمان الارض بتاعتنا ومسحتها مسحه حلوه. وبعد كده هنعمل مع بعض شويه اكل كده ان شاء الله. يعني الحمد لله كانوا جميل، مع ان اليوم ختم بحاجه مش لطيفه، بس ايه، بس الحمد لله. يعني عملنا كريب، والكريب ما كملتوش، سبته والله بعد ما عملته وعدنته خلاص وهبتدي بقى اعمل الاكل. حصل حاجه كده ومش لطيفه، حد من الاولاد تعب جامد، فاضطريت ان انا انزل جري عند الدكتور. الموضوع ما كان صعب وكان مقلق، بس الحمد لله عدت على خير، الحمد لله رب العالمين. يعني عارفه اليوم قفل كده قفله مش لطيفه، مع انه كان فاتح فتحه لطيفه وجميله. الحمد لله كله يجيبه ربنا حلو، كله يجيبه ربنا خير، كله خير وكله نعمه من عند ربنا. وبعد كده بعد ما رجعت بقى كملت، بس هو اداني تأثير على الكريب غريب شويه، بس انا مش عارفه الصراحه. يعني يبقى مدي على كريب ومدي على بانكيك، يعني عارفه اللي هو بين كده وبين كده، نتيجه ان هو اتساب وتريح كتير قوي. يعني انا ريحته يجي مثلا 4 ساعات مثلا عبال ما رجعت من عند الدكتور. فزي ما تقولي كده قلب على بانكيك، مش عارفه قلب على حاجه غريبه. خليكم معايا عشان تشوفوا شكله وتقولي هو بقى ايه دلوقتي، بقى بانكيك ولا زي ما هو كريب، مش عارفه الصراحه. طبعا الطريقه بتاعته احنا عارفينها، والطريقه بتاعته سهله وعملناها كتير وانا معتمداها عندي في البيت. انا مش طلع لكم اي حاجه فيها اكل او شرب غير لما اكون معتمداها عندي في البيت، واولادي اللي زي اولادكم اللي هياكلوا منها وتعجبهم باذن الله، اولادي هيكونوا بياكلوا منها قبليكم. علشان انا بقول حرام، وانتوا عارفين وجهة نظري في الموضوع. كل حاجة بقت غالية، فاللي ما يعرفش يعمل حاجة يقول ما اعرفش، اللي فشلت معاه حاجة يقول فشلت. ما يدبسش الناس معايا عشان يقول انا عملت فيديو وخلاص. يعني حلو لما حد يدعي على حد، حرام. فالطريقة بتاعته كاملة احنا عملناها قبل كده، سهلة خالص خالص. مسكت بقى البطاطس بتاعتي قطعتها، انا عملت كريب، وعملت كريب محشي بطاطس، وعملت كريب محشي جبن. كنت رجعت خلاص بقى من عند الدكتور، بس الصراحة اتهلكت، يعني كنت اتهلكت فعلا. يعني قعدنا فترة طويلة قوي قوي عند الدكتور ما شاء الله عليه شاطر، بس زحمة جدا. فقعدنا فترة طويلة قوي عند الدكتور. رجعت كنت مهلوكة الصراحة بعد يوم طويل من الروتين اللي انتوا شايفينه، وابتديت اعمل في الاكل. بس اهم حاجة ان العيال كلوا وانبسطوا، وده اهم حاجة. يعني زي ما قلت لكم كان هو مدي على كريب ومدي على بان كيك، بس برضه كان جميل يعني، كان حلو برضه، ما كانش وحش ابدا. بس انتوا زي ما قلت لكم بقى تحكموا وتقولوا لي ها ده بقى عبارة عن ايه. اول حاجه كده هو لسه ما استويش طبعا، ما تحركوهوش زي ما اتفقنا. لما تيجي تحركيه سيبيه لحد هو ما يشمع ويفصل من عند الجوانب. وبعد كده هو هتلاقيه اتحرك معاكي لوحده. هزي كده الطاسه بتاعتك هتلاقيه اتحرك معاكي براحته. لما تيجي تحطي زيت حطي زيت، يعني ايه حاجه بسيطه جدا جدا عشان ما يبقاش وحش معاكي. بس كده هو ده كان الروتين بتاعنا النهارده. زي ما انتم شايفين وش بانكيك وش بدي على كريب، بس كريب ايه الله اعلم بيه بقى. مش عارفه اذا كانت الطريقه كده صح ولا غلط. بس كده، والسلام عليكم.